بعد إذنك دكتور ودي أخذك لجانب آخر، وهو الشعر والكلمات الجميلة والديوان اللي قدمته لنا كقراء وكمحبين للشعر. سمعنا أقاويل تقول أن في موال غناه الفنان كاظم الساهر كان من كلماتك، ولكن تغنى ويعني من غير إذنك أو من غير علمك. يعني هل هذا الكلام صح ولا لا؟ هو شيء من زمان بس احنا للحين ما عندنا التأكيد عليه. لا هو صحيح، هذا من زمان أيام التسعينيات، بداية التسعينيات. نعم. وغنى هذه موال، والموال هذا كان أصلا مشهور يعني في الكويت، فوصله عن طريق الشهرة يعني وغناه. وتدري بعدين صار ما في يعني صار ما كان عارف منو مرجع هالأبيات؟ ما كان عارف. بعدين عرف، وكان يفترض أن نسوي نزل كاسيت كامل أنا وياه، بس لظروف التدرين تونا طالعين من جراح الغزو وكذا ما كان مقبول ان انا. انت متى تواصلت معه بعد هذه الحادثه؟ هو تواصل معي والله بعد الحادثه هذه، واتصل فيني تليفون. جميل. كان مسوي معي لقاء في مجله المجله. شلون يعني الاغنيه العراقيه تغزو الكويت من جديد، يعني ما نشيت مستفز. نعم. فوصل الخبر له. مجله المجله هذه كانت مجله يعني مشهوره في الوطن العربي. صحيح. تتابع الشركه السعوديه للابحاث والتسويق اللي منها الشرق الاوسط وكذا. فموجوده في كل العواصم، فقراها اللقاء واتصل فيني تليفون يتاسف انه ما كان يعرف مين الشاعر وكذا، وصرنا احباب. وقال لي انه انا والله ما لي علاقه في اللي حدث يعني الغزو، وانا اصلا طالع من العراق من زمان وصارت يعني حوارات انسانيه في هذا الجانب. صحيح. نعم. وفكرنا نتعاون مع بعض وكذا، بعدين ادركت انه لا ما يصير يعني. يعني قبل كانت الجريمه الواحد الكويتي يسمع اغنيه عراقيه في ذاك الوقت. ما تفكر الحين تتواصل مثلا؟ لكن يا عمود لا الحين خلاص انا صراحه يعني كان بامكاني اني اتعاون مع كثير من الفنانين، بس ما كنت يعني ارغب. مو رفضا، ولكن كانت عندي اولويات اكثر. لان الفن مو بالضروره يعني انك تروح كلك مع الفن، مش يعني اغنيه يتيمه وانتهت او اغنيتين وانتهت. صحيح. يعني بتكون على الاقل يعني شاعر غنائي مستمر. فهي تحتاج لها لمود ثاني، تفرق اخر. صحيح. يعني سمعنا يمكن استاذ سعود على قرار منع كاظم الساهر باقامه حفلات بالكويت. ما ادري انا والله. هل هذا القرار صحيح؟ عندك علم فيه؟ ما عندي علم فيه، بس اعتقد انه ما له داعي. ليش يعني؟ يعني اذا انت قياديين حزبيين بعثيين كانوا يزورونا بالكويت هنا، وقفت على فنان، فاعتقد انه قرار ما اعتقد انه يعني صائب. يعني بالنهايه يعني يا الوقت ان الغاء مثل هذه القرارات للفنانين. بالضبط. بعدين كانوا يسمعونا بالتويتر ويسمعونا باليوتيوب يسمعونا يعني الحين الاعلام عابر القارات يعني وحفلاتهم. وهو ما عنده موقف يعني ضد الكويت. لا انا التقيت معاه وقلت له. صحيح. انا التقيت معاه بيروت وصار بيننا حوار على هالموضوع. جميل. موضوع غزو الكويت وموقفك انت وكذا، وقال لي انا والله لا لي علاقه ولا لي اصلا موقف في الغزو. صحيح. من صار الغزو انا رحت بيروت، بين عمان وبين بيروت، ولا لي اي علاقه ولا تكلمت كلام لا صغير ولا كبير على موضوع الغزو، وانا احترم الكويت. واصلا يقول انا طلعت اصلا الفضل لله ثم للكويتيين. يقول انا طلعت من خلال النظائر. يقول انا كنت فنان صغير في العراق، بل حتى انه اذاعه العراق رفضوا اجازتي، ما اجازوني. اذا سعود الشبيعي مع يعني قرار إقامة الحفلات للفنانين العراقيين. نعم. سواء خالد مصار اللي ما عليه طبعا، اللي ما عليه شيء حياه الله. الكويت الآن بلد الإنسانية يعني. جميل. احنا نهتدي بهدي. صحيح. يعني الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن ثم الشيخ صباح الأحمد اللي هو يعني سن هذه. صحيح. قصة الكويت بلد